اليوم غادي نشارك معكم قصة زينب اليتيمة اللي عانات في الحياة ديالها واحد المعاناة اللي ما يمكنش تخيلوها، ولكن لا بغى الله سبحانه وتعالى يعطيك حتى عبد ما يقدر يقلع عليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنقدم تحية كبيرة للجالية المغربية في كل مكان، خوتنا المغاربة من طنجة القويرة وخوتنا العرب والمسلمين في كل مكان. غنقولوا بسم الله توكلنا على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. غادي نفراني ونرجعوا بالماضي. اللي ما عندوش ماضي ما عندوش حاضر، واللي ما عندوش بداية ما عندوش نهاية. هاد خوتي واحد الراجل وواحد المرأة، جوج ديال الأزواج كانوا مزوجين وكانوا كيبغيو بعضياتهم بزاف. السيدة اسميتها خديجة والراجل اسميتو يوسف. كانوا مزوجين وعايشين مع بعضياتهم وعندهم بنية للاسم ديالها زينب، هي بطلة القصة. وواحد النهار حتى كتمرض خديجة مرضى خايبة، ومن بعدها مشات لعند الطبيب قال ليها عندك الله يسرنا ويسركم ويسر المسلمين اجمعين السرطان، وكان في المرحله الاخيره، يعني كان عندها ساكت صامت ما حستش به حتى الله يسرنا ويسر المسلمين اجمعين، كان ما بقى ما يداوى فيها. قال لهم الطبيب غير ديو السيده لدارها حتى مول الامانه يدي امانته. يوسف ما تقبلش وما تحملش المرض ديال خديجه، بقى معاها بحال هكاك حداها، ما بقى كيخدم ما بقى كيدير حتى شي حاجه، كانت عزيزه عليه وكان كيبغيها وكانت كتبغيه. اشنو اللي دار هاد يوسف؟ من بعد ما عانى بزاف معاها مده تقريبا 7 شهور، من بعدها مشات مسكينه ماتت خديجه. بقات ديك الساعه زينب في عمرها 7 سنوات. مجرد ما ماتت خديجه، يوسف هز راسو ما عرفوش فين مشى، ما تحملش وما تقبلش الوفاه ديال خديجه، كان كيبغيها بواحد الطريقه اللي عجيبه، ولكن ما تحملش يجلس، تخلى على ديك البنيه ومشى. ديك البنت مع من غتبقى؟ خديجه عندها اخ واحد في الدنيا، بحال اللي كانوا غير جوج، بنت وولد. هذاك خالها شد البنت وهو كان مزوج وعنده جوج ديال البنات. كانت البنيه اللي هي زينب هي الثالثه، عاشت مع خالها، وكانت مرت خالها خدامه، كانت خدامه فوزين ديال الخياطه، وكانت تخلي، كانت زينب هي الكبيره، يعني كبر من بناتها. اشنو دارت ليها؟ خرجاتها من المدرسه وقالت لي غادي تقابلي خواتاتك. البنت حرمات من المدرسه باش تقابل بنات خالها باش تاكل. وكانت خديجه عندها واحد الدار، ديك الدار من بعد ما ماتت خديجه والزوج ديالها مشى هرب، خالها كان غير كاري انتقل وجحك حتى هو كيورث في اختو. بنتها كتورث واحد القدر وخالها كيورث واحد القدر. المهم البنت هي وخالها بجوج مشتركين في ديك الدار. جات لعندهم حك باها ما قلش سمح في حقه، ما بقى سول، ما عرفوا لحد الان لا ميت لا حي. كاين شي حد تيقول هذاك السيد مشى حرق برا المغرب ومات، كلو اشنو كيقول، ولكن الحقيقه ما كيعلم بها الا الله سبحانه وتعالى. المهم بقات زينب مع خالها، ومرت خالها كدير لها الاعمال الشاقه، ويكم من ظلم اليتيم. الاعمال الشاقه كديرها لديك البنت، هي باقا صغيره علماتها تعجن، باقا صغيره علماتها تخبز، باقا صغيره علماتها تخمل. والبنت بقات بحال هكاك مسكينه حتى وصلت ل 18 سنه. ولات البنت كيجيو الخطاب يخطبوها، كانت زوينه، كانت زينب زوينه بزاف، ولكن فين ما جا شي حد يخطبها كتقول لي ويلي وخالها وما عذراتوش خالها، وكتبقى دير معاه تصرفات خايبين. خالها وكتعرى قدامه، اما اللي كيوقع برا ما نعاود ليكمش. ديما كتخسر لها السمعه ديالها باش تبقى خادمه عندها، باش تبقى كتخدم عندها، وهي كتشوف داك الظلم ديال مرت خالها. وبقات بحال هكاك البنت حتى وصلت ولات في العمر ديالها 24 سنه. البنات كبروا، اللي خدمات واللي تزوجات اللي هما خواتاتها من خالها، ولكن هي ما مفرطاش فيها مرت خالها. كتقول لها تزوجات غادي تجي طالبنا بالحق ديالها وغادي تخرجنا.
بقات بحال هكاك عليها محرة ليها السعد ديالها، اللي جا كتقول لي ورا خالها وكنشك فيه هي وياه، ورا في الزنقه هكا. المهم دائما نفس الهضره كتعاود. البنت مسكينه قنعات من الدنيا، قلت انا صافي غادي نبقى غير مع خالي ومرات خالي، مستحيل غيخليوني نتزوج ولا نبني حياتي. واحد النهار قلت لي شوفي راه جاي عندي خويا واختي غيتغداو، واش دير الغدا؟ ناضت ما خلات لا حتى شي حاجه. غادي تنوض زينب غتمشي عند اللوزين ديال الخياطه اللي هي خدامه فيه. مشات لعندها، وصلت لتما، طلبت من السيكيوريتي اللي كيكون في الباب، قالت لي عافاك بغيت واحد السيده ها كاين وكاين. قال لي دخلي تسناي، ودخلت تسنات في المكتب ديال الكاتبه. خرج ما دخل غير مولات الشركه، مولات الوزين. قلت لها شكون انت؟ قالت لي راني كنتسنى في خالتي هكذا وكذا. قلت لها واخا. تكلمت ليها، بدات كتعاير فيها. قلت لها جيي لعندي لهنا مشوهاني، ما لقيتيش؟ قلت لها ما لقيتش باش نقضي، وقلتي لي راه خويا واختي جايين، واختك جايه هي وراجلها، وخوك جاي هو ومراته، اش غنوجد ليهم انا؟ ملي غتجي ما تلقايش الماكله واجده غادي تبداي تعايري فيا انا، ولهذا جيت عندك عطيني الفلوس. عطاتها الفلوس وبدات كتغوت عليا. والسيده اللي في الشركه قالت ليها اش نقول لك، هاد البنت واش بنتك؟ قالت لها ماشي بنتي، بنت طفلتي ماتت وخلاتها معايا، يعني ما بنت لوستي. قالت ليها ومالها مسكينه؟ قلت لها ما كتقرا ما والو، غير مكلخه وجالسه في الدار ومصدعه عليا مخي، وراني هازاها من بعد بوها ما هرب عليها، وامها ماتت وما لقات لا والي لا تالي، ورحنا غير حنا اللي هازينها ومكرها في الخيريه. قلت لها مزيان. سكتات. غادي نخليو القصه هنا، غادي نمشيو لمولات الوزين. مولات الوزين جمال وكمال ومال، وعند باها غير هي، عنده غير بنت وحده، وهاد البنت مزوجه بواحد اخر اللي عنده حتى هو شركه كيبغيها وكتبغيه، ولكن ما جابش ليها الله الولاد، ما ولداتش معاه. اشنو غيقول لها؟ غيقول لها زوجيني باش نولد الولاد. انا كنبغيك انتي، ولكن بغيت حتى انا يكونوا عندي ولادي. قالت لي انا ما نقبلش راجلي يجيب عليا مرا اخرى، ولهذا انا وياك غادي نتفارقوا، كل واحد فينا غيشد طريقه. سير الله يسهل عليك، انا ما غاديش نتحملك تزوج بمراه اخرى وانا كاينه معاك، ما غاديش نتقبلها. بزاف ديال النساء ما كيقدروش تقبل راجلها مثلا مع مراه اخرى، بزاف ماشي غير وحده ماشي غير جوج، كتكون كتبغيه تفضلوا يتفارق معاها وما يبقاش معاها. تفارقت معاه، جات عند باها قالت ليه با انا ما كنولدش، وهاد المال كامل وهاد الشركات لما غيرجعوا غير لخوتك اللي هما عمامي، وغيرجعوا غير لعائلتنا، وحنا ما عندنا حتى شي حد. انا ما كنولدش وانت عندك غير انا. اشنو رايك ابا الحنين نزوجك بشي بنت اللي تكون صغيره تولد لينا وليدات؟ قال لي يا بنتي انا لا بغيت نتزوج خصني شي وحده اللي تكون في السن ديالي، قريبه من السن ديالي، ماشي نتزوج بدريه صغيره. قالت لي با فهمني، انا راه بغيت نزوجك بوحده صغيره باش تولد لينا وليد ولا بنيه اللي ورثوا هذا الشيء. قال لي اللي بغيتي يا بنتي ديري. وهي طيح لها في راسها زينب، وهي تعيط على مرت خالها. قالت لها فاطمه اش بغيتك؟ جيت لعندها قالت لها بنت طفلتك او بنت لوستك واش تبغي تزوج؟ قلت لها اش غادي نقول لك، راه واخا هكاك راها ما مزياناش. قلت لها من اش من ناحيه؟ وقلت لها شويه فايسقه، راه خالها وكتبقى تمازح معاه، ولكن مولات الشركه او مولات الوزين عرفات هذيك مرت خالها غير كتستغلها، نقدروا نقولوا عارفاها حكانت قديمه عندها في الوزين، وعارفاها اش كتسوى. هي كتخدم مزيان ولكن فيها تحرانيت. وكانت دايزه هي هضره قدامها قالت ليها باني راني عندي واحد بنت لوسي هي اللي فاكاني وانا راه ما نكملش الخدمه. المهم اخوتي وخواتاتي قالت ليها بغيت نشوفها وراكي بحلاوتك. ومن اللي قالت لها بحلاوتك السيده فرحات، قالت لها شوفي الا هضرتي ليا مع بنت لوسك راني غنطلعك في الخدمه، غادي تطلعي غتولي شافه على البنات، ما غاديش تبقاي خدامه تحت البنات. قلت لها بصح، قلت لها ودابا غادي نطلعك شافه في هاد البلاصه. فعلا عطات سنات مع الوراق وطلعتها شافه،
طلعت شافه قادت الامور ديالها كلشي حتى لدابا بخير وعلى خير. مشات البنت مشاو عندها باش يخطبوها، مشات السيده هي والاب ديالها السي حسن ولا لا الهام، كيف ما تعاودت لي القصه غنحكيها لكم. مشات لعندهم شافوا البنت، الراجل كبير شيباني فايت السبعينات داخل على الثمانينات، البنت باقا صغيره في عمر الزهور، يلا في عمرها 25 سنه. قالت لها مرت خالها شوفي راه طاقه القدر تفتحت لك، هضره لاباس عليه عنده الشركات وعنده، راه غير بنتو عاطيها وزين، اما هو راه خانز فلوس، دابا راه باغي يتزوج بيك. البنت مسكينه ملي شافت الراجل ما نعاود لكمش اش وقع ليها، قلبها بغى يوقف، قلبها بغى يسكت. حست بها بنته الهام بالله ما باغياش، قالت لمرت خالها عافاك بغيت نهضر مع البنت مني فيها. قالت لها نوض يا زينب مع الهام، مع لالك الهام. ناضت معها قالت لها شوفي انا غندير معاك واحد الحاجه اللي زوينه بزاف، انا عرفتك ملي كنتي صغيره وانتي كتعاني مع مرات خالك، ما عمرها خلاتك تعيشي حياتك وسولت عليك كل شيء، وعرفت بالله مرت خالك كانت تستغلك وخرجتك من المدرسه، وكان اللي جاي يخطبك كتخسر لك سعدك. ودابا انا غندير معاك واحد الحل، انا بغيت غير وليد ولا بنيه منك باش يورثني انا وبا، غادي نشري لك فيلا ونعطيك واحد المبلغ ديال الفلوس، وغادي تولدي ديك البنت ولا داك الولد ولا ولدي لنا جوج ولا ثلاثه، فين ما ولدتي غادي تخلصي، ومن بعدها طلقي والله يسهل عليك سيري تعيشي حياتك. شافت تعيات قالت انا خدامه عند مرت با، عند مرت خالي، وخدامه فابور، علاش لما نستغلش هاد الفرصه ونتزوج بالسيد. فعلا تزوجات، ما يعطيها الله سبحانه وتعالى غير توام مع داك الراجل، هذاك السي حسن، ولدت معاه جوج ولاد توام. شافت كيفاش كيتعامل مع داك الراجل، شراو ليها الفيلا كتبوا لها في سميتها، عطاوها المبلغ ديال الفلوس اللي وعدوها به، ولدت دوك جوج وليدات. شاف داك الراجل كيفاش لقات فيه الحنان ديال الاب اللي هرب وخلاها، لقات فيه الحنان ديال خالها اللي ما لقاتوش فيها، لقات في ديك السيده الهام الحنان ديال الام اللي فقداتها، ولفات ما بقاتش بغات تمشي من ديك العائله، جلسات معاهم. وهذه مرات خالها كان عندها واحد خوها شمكار ما عنده حتى شي حاجه، وكان كيبغي زينب، ولكن زينب ما كانش كتبغيه. وهو ملي شاف زينب ولات لاباس عليها وعندها الفيلا وعندها الطوموبيل وعندها الفلوس وعندها الولاد اللي لاباس عليهم وعندها بزاف ديال الحوايج، جا لعند اختو قال لها هي كانت باغا تطلق، ودابا هذه هي الفرصه، شوفي كيفاش نطلقوها باش ناخذها ونسكن في الفيلا وناخذ الفلوس وندير. هي البنت كانت نسات ديك الفكره ديال الطلق، بغات تجلس. نوضي نتيا هذيك مرات خالها اتفقت هي وخوها وهما يكتبوا ليها رساله، قال لها هي قلتي لي غادي عنولد الولاد وغادي نصفيها للشيباني وناخذك ونورثو كلشي، نستوليو على كلشي انا وياك. ومرت خالها اشنو دارت؟ خلاتها حتى كانت جالسه هي وربيبتها خت ولادها وهي تعطيها الرساله، قالت لها هذه تديري وقرايها، وباش ما كان ردي على مولاها في التليفون قدام السيده قالتها ليها. السيده ناضت دخلت لبيتها مسكينه على نيتها، قرات الرساله ما كتلقى غير خو مرت خالها، قال لي قلتي لي ياك نسيتي الحب اللي بيناتنا، وقلتي لي غنزوج بالشيباني ومن بعد ما نولد منه غادي نصفيها لي ونتزوج بك، شتي نسيتيني. ناضت تخلعت وهي تقطع ديك الرساله، قسمتها على جوج جات لوحه في لابوبل. ناضت ربيبتها جات تبعتها كتقلب لقات الرساله مقسومه على جوج. فاش شافت هذاك الشيء تخلعات، امي انتي السيده اللي دخلناها لدارنا وعطيناها الفلوس وعطيناها الدار والفيلا وكل شيء، بغات تقتل لي با وتورثني وتورث با وتخرجني انا اللور القدام. ناضت السيده هزت ديك الرساله
ديتها للبوليس، قالت لي ما ودي راه مرت با كتخطط باش تقتل با وتورثو، حك ولدت معاه 2 وليدات. جاو داو الدريه، ودي راني ما درت والو، ودي راني ما درت والو. نوضت هي مرت خالها كتهضر مع بنتها، قالت لها راه حنا، قالت لها ملي مشات تزوجت ولات كتشوف غير في السما، راه صيفطناها للحبس. ناضوا عيطوا عليها قالوا لي هذا اللي صيفط لك هاد الرساله بغا نعرفو. قالت له ودينا راه ما كنعرفوش، راه غير خو مرت خالي وهو كان تيتبعني وباغيني، ولكن انا ما بغيتوش، حيت غير شمكار، ولا ما تقسوش فيا سيروا جيبوه. مشاو جابوا السيد حتى هو لتما، هو اللي كاتب الرساله بخط يدو. قال لي ما ودي راه غير انا الطمع هو اللي عماني، وبغيت نطلق باش انا وياها نعيشوا في الفيلا اللي كتبوا ليها، راه ما كاين لا قتل لا والو. ناضوا جابوا مرت خالها، قالت لي ما ودي راه بصح هادشي اللي كان. المهم ناضوا عابيناتهم نوضوها، قال لي بغات تصيفطيني للحبس، نوض بحال الاخ نوضها مع اختو باش ما يمشيش للحبس. انكر وعاد رجع لها مسكينه حقها، وعاد رجعت عند وليداتها، ودابا راه عايشه الهام مع وليداتها. وليداتها دابا راهم كبار، عندها وليد راه طبيب، وليد راه مهندس، وراه هي هاد القصه دازت عليها فتره كبيره ماشي ديال دابا، والحمد لله دابا راه عايشه بخير وعلى خير. وهي من المتتبعات ديالي، وقالت لي اختي زهره بغيت نتشارك معك هاد القصه ديالي لانها فيها عبره ديال ما تثقي حتى في شي حد، وماشي اي حاجه جاتك تقرايها وتخزنيها. كان عليها، قالت لي كان عليا في داك الوقت نكر نقول لها لا لا لا، انا ما مصيفط لي حد، ما كنعرف حد. وقالت لي كنت غنمشي للحبس، كنت غنمشي للغبيكله، كنت غنمشي نضرب 20 عام ولا 30 عام ديال الحبس، كون طرات شي حاجه الشيباني. قالت لي الشيباني راه مات، بنته راه باقا في الحياه، وانا راني عندي وليداتي اللي تبارك الله ولاو من اغنى الاغنياء وكل شيء عندهم. من بعد ما كنت فقيره وكنت خدامه عند خالي، كنت خدامه في رزقي ورزق امي، ودابا الحمد لله راني وليت لاله ومولاتي، ولا كل شيء في يدي. وهذا الشيء كله بالصبر اللي صبرت اختي زهره. خوتي خواتاتي، خليتكم في رعايه الله، ان الصبر مفتاح الفرج. وقالت لي كنت دائما اختي زهره كنبقى نصلي على النبي وكنبقى نستغفر الله. هادو هما الحوايج اللي كنت كندير، وربي فرج عليا من واسعه. خوتي خواتاتي، خليتكم في رعايه الله.